مش كل راجل يقول لك كلام حلو يبقى معجب بيكي، صحصحي، ده سويت توكر يا خيبتك. مش كل اللي يقول لك كلام حلو يبقى بيحبك، خصوصا لو راجل. الرجاله دول لسانهم بينقط عسل في كل حته الا مع الست اللي هو متجوزها. البنات بتحب بودانها، وعشان كده انتشرت ظاهرة السويت توكر والباد بويز وغيرهم اللي سهل قوي يوقعوكي في حبهم. طب ازاي تعرفي ان كلامه ده مش حقيقي وانه بياكل عقلك وان ده مش اعجاب ولا انبهار بطلتك وجمالك الفتاك؟ طب تعالي اقولك ازاي وخليكي انت كمان سويت توكر زيه. اول علامه هتقولك ان الراجل ده سويت توكر مش هتاخدي منه غير كلامه بس، هي طريقته معاكي في اول مقابله. ازاي انت حلوه كده، انت شبه جينيفر لوبيز، انت فيكي من طار عماد، انت نسخه من منى زكي، انت عينيكي خطيره زي بسنت النبراوي، انت عامله شعرك فين، ده سلاسل ذهب ده ولا ايه؟ وطول ما هو بيتكلم معاكي يفضل يقولك يا حبيبتي يا قلبي يا روحي يا حياتي يا بيبي ونننني نو 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 نو. ودي كلها كلمات ولازمه عند السويت توكر. لازم هتلاقي كلمه من الكلمات دي لازق في كل جمله بيقولها من اول ما يشوفك. هيدلعك على الفاضي وعلى المليان وبينفخ فيكي، محسسك انك ملكه جمال شارع شهاب. بس لو ركزتي هتلاقيه بيقول الكلام ده مع منة وهبه وشيماء ولمياء وعلياء. وعلامه تانية هتقولك ان الراجل ده سبيد توكر ومش هتاخدي معاه لا حق ولا باطل، وهي انك فعلا ما تعرفيش تاخدي منه لا حق ولا باطل في اي خناقه بينكم. يعني من الاخر الخناقه دي هتنتهي بشويه دلع منه كلام حلو وهينفذ برضه اللي في دماغه. وطبعا انت يا خيبتك فرحانه بكلامه الحلو ودلعه ليكي وناسيه انك مغمضه عينيكي ومربوطه في الساقيه وراه بتلفي وبس. وفي الاخر بيعمل اللي هو عايزه في كل مره، وكل مره تيجي تعلقي على كميه البنات اللي عنده على البروفايل ودودي وسوزي وتوتي اللي بيكلمهم كل شويه، هتلاقيه بيقولك يا روحي دول كلام بس، هو انا ليا غيرك يا حياتي؟ ده انا ما بشوفش بنات غيرك انت يا قلبي، كلهم حاجه وانت حاجه تالته. وبرضه انت معرفتيش مين دول في النهايه والموضوع خلص بضحك. وتبقي واقفه معاه في امان الله تلاقي شله بنات داخله عليه وبتبوسه، تقولي له ايه ده مين دول؟ يقولك ده اصحابي عادي، مفيش حاجه بيني وبينهم، دول اخواتي بس انت حاجه تانية. وهيقولك انا عمري بصك، تقولي له لا طبعا انت هتستهبل ولا ايه؟ يقولك شفتي عشان انت البنت اللي انا شايلها للمستقبل ومراتي حبيبتي وام العيال، وبرضه يثبتك. والمشكله ان بعد كل ده هيجي يقولك انا ما وعدتكيش بحاجه وانت فهمتي غلط. انا سويت توكر مع كل الناس حتى مع اصحابي الولاد، انا لساني حلو، بعدين دي حاجه غصب عني يعني وانا واخد عليها، ولو فهمتي حاجه انا ما قلتهاش اتس يور بروبلم. من الاخر مشكلتك يعني مش مشكلتي، حليها مع نفسك بقى وفكي عني. فقفشي السويت توكر من الاول وحددي علاقتك بيه ووقفيه عند حده بدل ما اقول لك يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. وانا بسنت النبراوي، تابعيني في يا خيبتك عشان نشوف خيبتي وخيبتك يا خيبتك.